بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ عاملين ايه؟ معاكم النص الاحمر. يلا كده اهلاويه، عاوزين نوصل ل1000 مشترك يا اهلاويه. طبعا في الاول كده بنتكلم عن ماتش بكره. في اخبار قويه جدا ان الاهلي بيخلص في مدرب اسباني اسمه خوسي ريبيرو. ده كان ماسك اورلاندو بتاع جنوب افريقيا. احنا مش عارفين بصراحه هو عمل ايه في الدنيا، اللي هو اخباره ايه يعني. فطبعا الاهلي اول ان شاء الله يعني ان هو فعلا خلص معاه. هنعمل فيديو ليه وهنجيبه ونشوفه كان ماسك فرقة ايه وعمل ايه معاه وخد بطولات ولا مخدش بطولات. مش مقياس يعني لو هو خد بطولات ولا مخدش بطولات، أهم حاجة في الملعب يعرف يقرا، يعرف يشغل اللي يكون من شخصيته قوية، أهم حاجة عشان يعرف يدير اللعيبة اللي معاه لعيبة نجوم. نجوم يعني نجوم معانا نجوم. وميزة كمان لو هو ماسك أفريقيا فعارف طبع الجو الأفريقي بيبقى ازاي. دي برضه بنكون مصلحة ليه وتكون حاجة كويسة ليه. فمش هنسبق الأحداث، هنشوف الأهلي هيعمل ايه، هيخلص معاه ولا لأ. بس هل كده هو جايب معاه 3 مساعدين؟ فهل بقى كده عماد النحاس كده مش هيكون موجود، ولا مدرب حراس المرمى مش هيكون موجود برضه؟ فلسه مش عارفين ايه اللي هيحصل. مش هنستعجل، مش هنتكلم زي الناس اللي بتقول لك مين مشي ومين قعد. هنشوف لما الأهلي يعلن الأول، وبعد كده هنشوف هنتكلم عن المدرب ونجيب بقى السيرة الذاتية بتاعته في مجال التدريب. بالتوفيق للأهلي إن شاء الله. لو في خير ربنا يكرمونا إن شاء الله، لو مش خير ربنا يبعدوا عنا. فده كده بالنسبة لمدرب الأهلي الجديد. تاني حاجة النهارده في ماتش السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك. ماتش جامد جدا جدا جدا. ماتش الساعة 7 اون تايم سبورت زي. ماتش قوي جدا السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك. إن شاء الله الأهلي يكسب بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله. والنهارده برضه في ماتش مصر وغانا لما الأمم أفريقيا تحت 20 سنة. الساعة 6، معرفش كان بيلعبوا 9 مش بقى 6 ليه يعني. الساعة 6 ماتش برضه ماتش قوي جدا مصر وغانا. فدي كده مشاهد معلومات كده عن ماشي كده قبل نتكلم في ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكرة إن شاء الله. نتوقع التشكيل مع بعضينا، نتوقع النتيجة. كابتن عماد النحاس الصراحة بيقدم مجهود، بيقدم مستوى كويس جدا مع النادي الأهلي. كنا مفتقدينه مع كولر بصراحة السنة دي بس كان كولر السنة اللي فاتت كان كويس جدا، اديك واحد حقه يعني. فكولر بصراحة كان منيمنا خالص ومحسسنا إن مفيش كورة أساسا في أي حتة. عماد النحاس الحمد لله ربنا وفقه وكسب 3 ماتشات، فاضل 3 أهم من 3 في الموسم كلها. هو ماتشة صعبة يعني. أنت عندك فاركو وبعد كده البنك وبعد سوري، عندك بكرة سيراميكا وبعد كده البنك وبعد كده فاركو. فالماتشة صعبة جدا 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 على كابتن عماد النحاس. لكن الحمد لله احنا الأهلي متعود على الماتشات دي يعني، مش جديدة علينا. فأنت إن شاء الله بكرة تكسب يبقى فرق 5 نقط بينك وبين بيراميدز. نشوف بقى ماتش الزمالك والبيراميدز هيعملوا ايه، هيلعبوا ولا مش هيلعبوا ومين هيكسب. سواء بيراميدز كسب يبقى فرق برضه نقطتين، الزمالك كسب يبقى كتر خيره فرق 5 نقط. بعد كده بقى نشوف بقى الموضوع بتاع لجنة التظلمات هتقول القرار أيام 18. فواحدة واحدة كده معانا وهنشوف هنروح لفين مع لجنة التظلمات ونشوف القرار بتاعها ومين هيبقى مبسوط ومين هيبقى زعلان. نتكلم في ماتش بكرة إن شاء الله. ماتش بكرة الأهلي وسيراميكا الساعة 5، ميعاد سخيف شوية. تشكيل بكرة متهيألي هو بنفس التشكيل. شناوي، ياسر، العش. لو داري موجود يبقى العش هيقعد بره، هيقعد احتياطي. أو ممكن يقعد ياسر احتياطي. فهنقول مثلا ياسر والعش، هاني، كوكا، إمام، مروان، السولية، بن شرقي ووسام وطاهر محمد طاهر. ده التشكيل الأهلي بكرة إن شاء الله. متوقع في ماتش بكرة ماتش سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا عندها لعبة مهارية، دي حاجة. عندها هجوم كويس، عندها دفاع كويس، وعندها حارس مرمى برضه كويس. فاحنا بكرة محتاجين تركيز 100%، مش 100% بس يعني. بإذن الله ربنا لو قربنا بجون لو جونين نحافظ عليهم، إن احنا ممكن ما نعرفش نعوض زي ما عوضنا في الماتشات اللي فاتت. كل ماتش له ظروفه يا كابتن عماد النحاس. وربنا إن شاء الله يكرمك بكرة إن شاء الله ونكسب بأي نتيجة يعني. مش بس أنا متوقع نتيجة بس يعني، حتى لو 1-0 احنا مرضيين. ف... ف ربنا يكرم ان شاء الله بكره. كده نتوقع نتيجة مع بعضنا كده. بص هو ماتش صعب يعني، ممكن يخلص 3-2 للأهلي. ممكن يجي مثلا في آخر الماتش يكون مثلا متعادلين 2-2 ونيجي في آخر الماتش. الماتش يبقى سهل جدا والأهلي ممكن يكسب 2-0.
او اكتر من 2-0 فاهم. فاحنا احنا يعني بنشوف على ماتشات السنوات اللي فاتت الاهلي يعني الحمد لله ما كسبناش ولا مره. فاحنا بنكويس على الموضوع ده. وبنشوف بقى الاهلي في اخر الماتش فايق وحلو وبيعرف يجيب اجوان وبيعرف يهاجم وبيعرف يرجع لو دخل في جون ولا حاجه بيعرف يرجع وبيعرف يحافظ على التقدم بتاعه. ما حافظش عليه في ماتش بتروجيت بس انا عارف هو يكسب بعد كده. فهنشوف بكره ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله الاهلي كده ويكسب سيراميكا ويبعد شويه بالصداره ويخلي بقى الضغط كله على بيراميدز اللي عنده ماتش الزمالك وبعد كده عنده ماتش افريقيا. فكل ده ضغط على اللعيبه. فمصلحه النادي الاهلي ان شاء الله. بس اهم حاجه بس احنا نفكر في نفسنا ونكسب بكره عشان بعد كده نبقى قاعدين واحنا مطمنين. احنا ممكن لو حصل لا قدر الله اي حاجه تعادل او هزيمه وبيراميدز كسب بتبقى صعبه جدا جدا، انت ممكن ترجع. فانت بيراميدز مع كده مش هيسيب حاجه يعني فاهم، هيموت على البطوله دي. فربنا يكرم ان شاء الله الاهلي بكره ان شاء الله ونكسب ان شاء الله. وبكره ان شاء الله نقعد تاني بعد المباراه نتكلم في اللي حصل في المباراه. يلا لو يا دعمونا عاوزين نوصل ل1000 مشترك. السلام عليكم.